عند اقتراف أي جريمة قتل تتناسل فرضيات عديدة حول الضحية والجاني وشركائه والظروف التي أدت إلى اقتراف الجرم، فتأتي الاتهامات وتتولد الإشاعات وغيرها من المعطيات التي تغذينهم المحيط المتعلق بحيثيات الجريمة. في هذا الإطار توصلنا بمعطيات جديدة وصادمة حول مقتل الطالبة صابرين بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تعددت الروايات حول مقتلها. وتبعا للمعطيات ذاتها، كانت صابرين رفقة أصدقائها في إطار كليك يضم 6 عناصر، 3 فتيات و3 شبان، وفي رواية أخرى 5 عناصر داخل شقة يعيشون أجواء شبابية مفعمة بالحميمية، غير أن الشابة صابرين كانت وفق المعطيات نفسها صديقة شاب ضمن المجموعة. قيل إنه كان شديد الغيرة عليها تلك حين علم هذا الشاب أن طرفا ثالثا بالمجموعة ذاتها قد دخل في هذه العلاقة تحركت في دواخله مشاعر الغيرة والرجولة، خاصة وأنه ما يزال شابا مندفع بحماسة البدايات. وتقول المعطيات إن الشك كان عنصرا حاسما في ترك هذا الشاب الغيور للمجموعة داخل الشقة والتوجه إلى الشرفة بالكون رفقة صابرين للاستفسار عما يجري مع الطرف الثالث، تلك بين أخذ ورد تطور النقاش إلى مستوى آخر تبادل فيه الطرفين الضرب بينهما، مما أدى بالشابة صابرين إلى السقوط من أعلى الشرفة إلى الأرض، في كان أنقضت نحبها. وتتابع المعطيات التي رسمت هذا السيناريو أنه خلال عملية تبادل الضرب ربما لم يتمالك الشاب نفسه في دفع الشابة ومن دون قصد من أعلى البالكون لتسقط أرضا. المعطيات نفسها تقول إن هذه الوقائع لازت مجرد معطيات أولية، والتحقيقات ما تزال جارية لحل لغز هذه الجريمة واستدعاء كل الأطراف للقيام بتشخيص دقيق لظروف وملابسات الجريمة.